اتفضلي. ايه ده انتوا رايحين فين؟ هو ايه اللي رايحين فين؟ داخلين الكافيه. داخله كافيه يا حبيبتي، انت ممكن تدخلي ماشي، انما الشكل ده لا ما يدخلش طبعا. احترمي نفسك وما تتكلميش معانا بالطريقه دي. لا ده انا هتكلم بالطريقه دي وربع كمان. الشكل ده ايه يا بنتي؟ مش شكل بني ادم ولا حاجه؟ يا حاج انت مش شايف انت لابس ايه؟ يعني ماله يعني؟ لابس جلابيه، احنا هنا بيخش علينا ناس الكلاس بس. طب وايه اللي فيها يعني؟ طب ما انتوا لو ناس من بره عادي بتدخلوهم بالجلابيات وبالنكابه وكله. ليه يا حبيبتي؟ احنا بس بندخل ناس الهاي كلاس. يا سلام، يعني انت شايفاه ايه يعني؟ انت عبيطه ولا احنا داخلين اصلا؟ يلا يا بابا. لا يا بابا، انت عارفه يا حبيبتي كوبايه الشاي هنا بكام؟ الراجل الجربوع ده هيعرف يحاسب عليها، وبعدين اصلا انت جايب الراجل ده من انهي شارع وانت جاي؟ ايوه اعرف احترمي احاسب. احترمي نفسك، احنا معانا فلوس توزنك. اسمعي، انا مش عايزه هري كتير، تاخد الراجل الجربوع ده وتمشي من هنا على طول. ايه يا بنتي الكلام اللي بتقوليه ده؟ الراجل لا بلبسه ولا بمنظره، الراجل اللي يقدر يدفع. استنى انت يا بابا لو سمحت. على فكره انت اسلوبك مش كويس وغير لائق، وعلى فكره المفروض تعاملي الزباين اللي يجوا عندك احسن من كده. انت اسلوبك وحش قوي، انت المفروض واحده واجهه المكان، يعني المفروض ما تعمليش كده خالص. ما انا يا حبيبتي لو سبت الكافيه كده سداح مداح للي يدخل واللي يخرج بالجلابيات وبالقرف ده، الكافيه كده هيتقفل ومش هنشوف شغلنا، وبعدين انت هتخش وسط الناس النظيفه دي يقولوا على المكان ايه؟ اكيد هيمشوا ويسيبوا المكان. على فكره انت انسانه مش محترمه، وانا ممكن اهزقك على فكره واعرفك شغلك. اسكت انت يا بنتي. اسمع يا بنتي، برجع اكرر الكلام عليكي تاني. الناس مش بهدومها ولا بشكلها، الناس زي ما قلت لك، الراجل اللي جيبه مليان ويعرف قيمة المكان اللي هو داخل ويقدر يدفع، وانا اقدر ادفع. انت بتكلم مين يا بابا؟ دي واحده ما شافتش تربيه بربع جنيه. دي واحده لو متربيه في بيتها كانت ممكن على فكره ترفض اللي انت تدخل، بس الطريقه شيك مؤدبه، لكن دي واحده ما تربتش في بيتها اصلا. والله يا حبيبتي بقى دي طريقه مكاننا، مش عاجبك شوفي الكافيه تاني ويلا مع السلامه. لا ما تقوليش طريقه مكانكم، لان الشخص بتاع المكان ده محترم وما يقبلش اللي واحده زيك تشتغل عنده. يلا يا بابا. يلا يا بنتي. حاسبي. طيب ماشي لما نشوف. بداية اهلا وسهلا. اهلا نورتوا وسهلا. المكان. ايه مكان ايه ونور ايه؟ الاشكال الزباله اللي انت مشغلها عندك انا اسفه يا مستر، الاشكال البيئه دي دخلت لنا الكافيه من غير ايه اللي انتوا بتقوليه ده؟ مين ده اللي اشكال بيئه؟ الراجل ده الجربوع ده، انا قلت له ما ينفعش. ايه اللي بتقوله ده؟ سمعت؟ انت بتسألني؟ انا اللي بسألك. ايه الاشكال اللي انت مشغلها عندك يهنونا واحنا داخلين؟ انت بتكلم المستر كده ليه؟ عيب ارتاح كده. انت بقى يابا. زي تشغل واحده ما تربتش زي دي عندك. لحظه بس، انت ازاي بتتكلم عليهم كده؟ انا انت ايه؟ ما كنتش عارف ان هو ولد حضرتك. طب اركني ان هو ولد حضرتك على جنب. انت ازاي تعاملي الناس كده؟ خليهم ما يقربوليش، خليهم دول زباين وجايين يقعدوا هنا في الكافيه، بتعاملهم ليه كده؟ ايه يا مستر انا كان قصدي. مين اللي قال لك تعامليهم كده؟ كان قصدي بس ان احافظ على منظر الكافيه. بتحافظي على ايه؟ هو انت كده بتحافظي على المكان؟ انت كده بتدمريه، بتسوقي سمعته. انا غلطان، انا غلطان ان انا شغلت واحده زيك في مكان زي ده. انت اخرك تشتغلي على قهوه بلدي، قهوه كده في حاره، انما الاماكن النظيفه مالكيش ان انت تدخليها. المكان ده مفتوح للصغير وللكبير وللفقير وللغني، مفتوح لكل الناس، ومش انت اللي تمنع مين اللي يدخل ومين اللي ما يدخلش. انت مين اصلا؟ انا بعتذر بجد، ما كنتش اعرف. اعتذارك مش مقبول. اختي قالت لك مش مقبول. تمشي يا عبد. لا هي كده كده هتمشي، بس لازم تتعلم الادب والاحترام الاول. صفي لها حسابها ومشيها خلاص، احنا مش عايزين منها حاجه. شايفه اللي انت غلطت فيهم بيقولوا ايه؟ بس فعلا عشان احنا انت في متربيين. الاول وفي الاخر بني ادمه غبيه وشغاله عندي. خلاص يا عبدو، ملوش لازمه الكلام ده. صفي لها حسابها ومشيها وخلاص. غور يلا من وشي. حقك عليا يابا، حقك عليا والله، انا اسف. حق ما ايه اعرفش بقى؟ ان البني ادمه دي ممكن تعمل حاجه زي كده. ازاي انت ماسك مكان زي ده؟ ازاي ما تراجعش ورا العمال اللي عندك؟ حقك عليا يابا والله، يعني انا ما اعرفش، واول مره انا اتحط في الموقف اللي زي ده. انت ازاي يا عبدو؟ اللي بيشتغلوا عندك هي واجهه المكان يا عبدو، مفروض تقول لهم يعاملوا الناس ازاي، ما ينفعش تعامل الناس كده. لا لازم انا ابقى اجي لابس بدله وكرافطه
وملمع نفسي عشان اخش مكان زي ده، وفي الاخر تجيب الامن يرميني بره يابا عشان انت مش قادر تشرف. ادفع ثمن المشروب اللي شربته. انت تشرف اي حد وتشرف اي مكان يابا. ايه الكلام بس اللي انت بتقوله ده؟ عبده. هي بني ادمه متخلفه وخلاص، خلاها تغور في 60 داهيه، وانا هعلمها الادب وهعلم عليها، وابقى قابلني ان اشتغلت في مكان حتى. لا يا عبده، ما ينفعش تقطع عيش اهدوا حد. بس، اهدوا وادخلوا كده ارتاحوا، سيبوها على الله، انا هتصرف. تمام ماشي يا عبده، وصفي لها حسابها وماشيها وخلاص، ما يا تاذيهاش. بنت اتفضل. هي اتعلمت درس. تعال. يلا يا بابا. انا اسفه يا حاج. وانت ايه اللي موقفك هنا اصلا؟ بالله مش عليك. المفروض صفالك حسابك تمشي بقى؟ انا محتاجه للشغل. انا ما كنتش اقصد، بس انا كان قصدي ان هي دي سياسات المكان والمكان نظيف. اصل انا بصراحه لسه جديده يعني، فكنت فاكره ان المكان ده نظيف، فالمفروض ما يخشش فيها غير الناس اللي لابسين بدل. ما كنتش اقصد ولا كنت فاهمه اي حاجه. بالراحه يا بنتي. اخويا عبده شخص محترم. اذا كان بيفتح بيته للفقير قبل الغني، الكافيه بتاعه هيستخسر فيه الناس تدخل؟ لا، بل بالعكس. بس هو للاسف ما فهمكش حاجه زي كده، وانتي ذات نفسك ما ينفعش كنتي تعملي كده. انتي فين ضميرك؟ فين قلبك؟ انا اسفه يا استاذه، حقك عليا. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يا بنتي الناس مش بمناظرها، انا اهم شيء عندي اللي يخش الكافيه يكون انسان محترم يقدر يدفع حق المشروب. وبعد كده انت شايفاني لابس جلابيه، انا راجل على فكره كنت مدير الشركه وعلى المعاش، يعني افهم الاصول وافهم النظام. بس انا خلاص انا مسامحك. وعلى فكره اوعي خلاص يا يغرك بنتي. المظاهر خالص. المظاهر خداعه على فكره. ممكن يكون راجل زي ده محترم وعنده اراضي وعنده شركات وعنده ممكن يكون راجل داخل ببدله ومعهوش غير 50 جنيه في بيته او في جيبه. يعني المظاهر بجد خداعه، فانت بلاش المظاهر تخدعك. انا اسفه يا استاذه، حقك عليا. انا بس اسمحك ان انت تكلمي لي الاستاذ عبده. انا عايزه انزل الشغل، انا مش عارفه اشتغل ايه، وانا طالبه جامعيه ومحتاجه اصرف على دراستي يا حاج. انت عارفه انا لو قابلتك بره بشخصيتك وشكلك الجميل ده هقول عليك دكتوره، وانت في الاخر عامله في كافيه. شفتي بقى؟ العينين بتغش، خليكي في الواقع. انا اسفه. خلاص يا بابا زي بعض، بقى اكلم لها بقى خلاص. عبده يرجعها وخلاص. ارجعي شغلك وانا هكلمه بالتليفون. حاضر. يلا اتفضلي اتفضلي. يلا يا بنتي، زي بعضه غلبانه، خدت درس وتعلمت من غلطها، فزي بعضه هو المسامح كريم. كان لازم يحصل لها كده يا بابا، عشان كمان في حياتها تعرف ان المظاهر خداعه، ومحدش يضحك عليها بقى بمنظره. اصل اللي زي دي ممكن يضحك عليها كتير. خلاص اتصلي باخوكي بقى.